في رمضان بيواجهنا شوية تحديات زي الضغط بين الشغل والمواعيد وكمان نقص الطاقة وكمان تداخل الوقت بين العبادة والشغل وأكتر من تحدي كمان. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي بنحافظ على انتاجيتنا وتركيزنا خلال شهر رمضان، لان ده في وقت من الاوقات بنحس ان هو مستحيل مع الصيام ومع التخمة اللي احيانا بنحس بيها برضه بعد الفطار وشوية حاجات بتحسسنا ان ده مستحيل نعمله. هنعرف في الفيديو ده ازاي نتخطى من الحاجة دي واحدة واحدة، وان شاء الله هتعرف حاجات هتفرق معاك. ما تنساش ان انت تتابع الفيديو للاخر لاني ناوي اقول لك اكتر من تريكة برضه هتفرق معاك باذن الله، وركز في النقطة اللي احنا هنقولها. السلام عليكم. لو انت اول مره تشوفني فانا يوسف، ونتكلم في القناه هنا عن كل ما يخص الاس اي او والميديا باينج وكمان الحاجات اللي تخص صحتنا، لان احنا كفريلانسر معظمنا بنواجه مشكله بين ازاي نحافظ على شغلنا يمشي كويس وبين صحتنا، لان احنا في الاغلب بنيجي على صحتنا. فالقناه هنا ان شاء الله هنتكلم ازاي نوازن بين الاثنين مع بعض ونطلع باكبر قدر ممكن من التوازن بينهم، بحيث ولا نأثر على صحتنا ولا نيجي على شغلنا. ما تنساش ان انت تشترك في القناه عشان تشوف الجديد، ويلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا متفقين ان احنا من اول الحاجات اللي بتواجهنا في رمضان هي نقص الطاقه بالنسبه لنا. طبيعي جدًا، مش متعودين إن إحنا نصوم فترة طويلة، مش متعودين إن إحنا نومنا يكون متقطّع بالدرجة دي، اللي أنت بتنام كام ساعة وبعدين تقوم عشان تتسحّر، والله أعلم هتنام كام ساعة تانيين والّا خلاص كده الأولانيين بس هم اللي اتحسبوا عليك. فحتّة نقص الطاقة دي من أكبر الحاجات اللي بنواجهها. وبالمناسبة حتّة القهوة كمان أو الكافيين بيدخل معانا في النقطة دي، لإن كتير مننا وأنا منهم باكون متعوّد على القهوة ودي في حد ذاتها بتدّيك طاقة. أول ما تدخل رمضان بتحس بصداع جامد وبتحس بإن أنت ما عندكش طاقة تمامًا، ده لإن جسمك بيبدأ ينسحب منّه الكافيين أو بيطلع منّه الكافيين واحدة، واحدة، أو القهوة يعني زي ما بنقول. فبرضه دي من ضمن الحاجات اللي بتكون بتسبب لنا نقص طاقة على مدار شهر رمضان. وعايز أقول لك يا صديقي إن حتّة نقص الطاقة دي بالتحديد هي سبحان الله جسمنا بيتعوّد عليها من أول 3 ل7 أيام في رمضان، بتبدأ تتعوّد على فترات الصيام بتاعتك، بيبدأ جسمك كمان يتعوّد على النوم. ممكن ناس مننا بتاخد فترة طويلة شوية عقبال ما تتعوّد على نظام نوم مختلف، بس معظمنا مسافة ما بنتعوّد وهو دي قوة جسمنا سبحان الله، إن إحنا بنتأقلم على أي حاجة، سواء كان صيام لفترة طويلة أو نوم متقطع أو حتى حاجة أكتر من كده. حتّة إن جسمك بيتأقلم على أي حاجة دي في حد ذاتها من أكبر النعم عندنا، ومن الحاجات اللي بتخلّينا نتغلب على حتّة نقص الطاقة. طبعًا نقص الطاقة كمان ليها أكتر من عامل لسه هنذكرهم وإحنا ماشيين في الفيديو. وطبعًا نقطة الروتين تدخّلنا على المشكلة التانية أو التحدي التاني، وهو تغيير الروتين اليومي بتاعنا. زي ما كنا بنقول كده نصوم ساعات طويلة، نوم متقطع، وأحيانًا كمان بيكون نوم متأخّر، فترة أكل متلخبطة تمامًا، وكمان مش عارف تشرب مَيّة كويس. كل الحاجات دي لازمًا تبقى متنبه ليها، خصوصًا حتّة إن أنت تشرب مَيّة كويس، لإن دي في حد ذاتها بتأثّر على أكتر من 50% من طاقتك. المَيّة بُص يا صديقي أنت متخيّل؟ خلّيك فاكر إن المَيّة في حد ذاتها ده بيدخل تحتها السوائل اللي إحنا بنشربها، العصاير، ويستحسن طبعًا تكون طبيعية مش حاجات مليانة بالسكريات. وكل ما هو بيتشرب ممكن ندرجه تحت اسم المَيّة، السوائل اللي بتدخل جسمنا. بالتالي أنت مش مطلوب منك إن أنت تشرب لترين مَيّة بس، ممكن تشرب لتر مَيّة ولتر حاجة تانية، سواء كنت بتشرب شوربة أو كنت بتشرب عصاير أو أي حاجة من الحاجات اللي إحنا كنا ذكرناها. المهم إن السوائل ما تقلش في جسمك على مدار اليوم اللي أنت صايم فيه، لإن دي حاجة بتفرق جدًا. وطبعًا وإحنا بنعمل كل ده بنلاقي فجأة نفسنا إن إحنا مضغوطين، مش عارفين نجري بسرعة عشان نخلّص شغل، والّا نجري بسرعة عشان نلحق صلاة التراويح، والّا عشان نفطر أصلًا. وده بينقلنا للنقطة التانية، هو ضغط الشغل أو قلة الوقت بين العبادة وبين الشغل، لإن إحنا بيبقى عندنا صلاة المغرب تقريبًا بتكون بعد نُص اليوم بشوية صغيرين، لإن إحنا معظمنا متعودين نشتغل كمان بعد الفطار، مش بنشتغل الصبح بس. وحتى اللي بيشتغل الصبح بس فبعد المغرب برضه في الأغلب بيكون عنده حاجة. هنا بتيجي نقطة الأكل، وعلى حسب ما أنت أكلك صحّي قد إيه، على حسب ما أنت بعد الفطار هتكون نشيط قد إيه. مسافة ما أنت تكون بتحس بتُخمة أو بتُقل بعد الأكل بأكتر من ساعة لساعة ونُص، لو أنت عدّيت المدة دي فأنت في الأغلب أكلك معناه إن هو في حاجة غلط. وهنا ممكن ترجع تشوف فيديو إزاي تخس في رمضان بسهولة، مش شرط تكون عشان أنت عايز تخس، ولكن عشان تتبع أسلوب الأكل الصح. الفيديو ده من الفيديوهات اللي حقيقي اجتهدنا فيها جدًا وربنا يعني وفقنا الحمد لله، ممكن ترجع تشوفه في نهاية الفيديو ده، هاسيب لك اللينك بتاعه في الآخر. الجزء التاني ومن أهم الأجزاء في الفيديو هو إزاي ننظم وقتنا على قد ما نقدر، بحيث نطلع بأكتر كمية من الإنتاجية خلال الوقت بتاعنا على مدار اليوم، سواء كنا صايمين أو حتى على مدار اليوم العادي بتاعنا. هنقسم يومنا ل3 حاجات، وهو قبل الفطار وبعد الفطار وقبل السحور. وطبعًا يا صديقي قبل ما أقول لك كل واحدة فيهم أنا شايف إن هي بتمشي إزاي، حاول على قد ما تقدر أنت تفكر وتشوف أكتر وقت أنت بتبقى مركز فيه إمتى، عندك فيه طاقة إمتى، لإن ممكن تكون أنت طبيعة جسمك مختلفة عن معظم الناس، بالتالي ممكن حاجة من اللي أنا أقولها ما تبقاش متماشية معاك 100%، بس برضه حاول تفكر وتعرف طبيعة جسمك عاملة إزاي، بناءً على اللي أنت بتحسه في الأوقات المختلفة اللي إحنا قلنا عليها قبل الفطار وبعد الفطار وكمان قبل السحور. نبدأ بالفترة اللي هي بتاعة قبل الفطار. قبل الفطار يعتبر بساعتين أو حاجة زي كده، ده من أكتر الأوقات اللي جسمك خلاص بيكون خلّص الطاقة اللي فيه، ما فيش أكل في جسمك، ما فيش مَيّة، ما فيش أي حاجة في جسمك، كُلّه طلع. فالوقت ده نوعًا ما بيكون تركيزنا قليل، حتى بتبقى حاسس بجفاف زي في عينك أو في شفايفك أو
أي منطقة في جسمك بتحس فيها بالجفاف، وطبعًا كمان جسمك ذات نفسه، فالوقت ده أنا بافضّل إن هو يكون مثلًا ممكن لتمرين خفيف لو أنت عايز تخس، ممكن لإن أنت بتعمل task بسيط جدًا، ممكن لإن أنت عايز تنزل أو تشتري حاجة، فحاول على قد ما تقدر إن الفترة بتاعة قبل الفطار إن أنت تعمل فيها حاجة ما تكونش بتاخد منك طاقة ومجهود كبير، وطبعًا من أفضل الحاجات اللي أنت تعملها قبل الفطار هي إن أنت تدعي ربنا أساسي، وكمان تقرا الورد بتاعك اليومي، لإن دي من أفضل الحاجات اللي أنت هتعملها في حياتك مش في رمضان بس، ولكن في حياتك كلها. نيجي للفترة التانية وهي بتاعة بعد الفطار، بعد الفطار هنا هننقسم لجزئين، وهو جزء في ناس بعد الفطار من ساعة لساعة ونُص بتبدأ تتحرك، وممكن كمان قبل كده تحس إن هي نشيطة، طاقتها كاملة، كل دنيتها تمام، والناس دي بيبقى أفضل وقت ليها بعد الفطار إن هي تستغله في التاسكات بتاعتها اللي بتحتاج تركيز أكتر، في الشغل بتاعها اللي بيحتاج تركيز أكتر، لو بيبقى عندك أكتر من meeting على مدار اليوم، الوقت بتاع بعد الفطار ده من الأوقات المفضلة جدًا، جدًا في حتة الmeeting كمان إن أنت تدخلها وتكون مركّز شبه كامل 100%. ده لو أنت من النوع الأول. لو أنت من النوع التاني اللي بعد الفطار بتحس بتُخمة زي ما قُلت لك يا صديقي حاول تراجع أكلك، لإن أكلك بنسبة كبيرة هو السبب التُقل والتُخمة اللي أنت بتكون فيها بعد الفطار لفترة طويلة، وممكن عشان تتخلّص من الحتّة دي في أسرع وقت من الحاجات اللي أنت تعملها إن أنت طبعًا تصلّي صلاة التراويح، وإن أنت بعد الفطار بصفة عامة رينج ساعتين والّا حاجة إن أنت تبدأ تتحرّك، لإن مسافة ما أنت بتبدأ تتحرّك وتنشّط الدورة الدموية في جسمك دي حالة في حد ذاتها بتساعد إن أنت تتخلّص من أي تُقل في جسمك، فممكن تكون بتروح شغلك في الوقت ده، ممكن تكون بتنزل أكتر من مشوار، ممكن تكون بتصلّي التراويح زي ما قُلنا، ممكن تكون بتعمل أي حاجة، المهم إن أنت تكون بتتحرّك عشان تمشّي الدورة الدموية في جسمك وترجع لطبيعتها وترجع لنشاطك. نيجي للفترة التالتة وهي بتاعة قبل السحور. الفترة بتاعة قبل السحور هنا هتيجي على حسب أنت بتسهر لحد السحور والّا أنت بتبقى نايم وبعدين تقوم تتسحّر. ممكن نقول قبل السحور وبعد السحور هم حاجة واحدة. طيب إزاي يا يوسف بنمشّي الحتّة دي؟ لو أنت من الناس اللي بتسهر قبل السحور، يعني أنت بتوصل للسحور وأنت أصلًا ما نمتش، فأنت المفروض فترة قبل السحور دي تكون بالنسبة لك فترة 100% من كفاءتك. ليه؟ لإن أنت بتبقى أكلت خلاص عدّى الفطار بتاعك عليه ساعات كتيرة، جسمك رجع التوازن بتاعه، المَيّة رجعت في جسمك برضه بالنسبة بتاعتها مش مجرد دخّلت مَيّة في جسمك مرّة واحدة وكل شوية عايزين ندخل الحمام وما شابه ذلك، فأنت فترة قبل السحور بتكون بالنسبة لك هي الجسم متعادل فيها ومتوازن فيها ودنيتك تمام جدًا، ممكن في الوقت ده بالتحديد بما إن الوقت بيكون هادي شويتين حلوين، تستغل إن أنت تخلّص التاسكات الheavy بمعنى الكلمة، التاسكات التقيلة جدًا، 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 سواء كان كورس أنت بتذاكره أو task أنت بتخلّصه تبع شغل أو أيًا كان. الحاجات التقيلة ممكن تحطها في الوقت ده، ده في حالة لو أنت بتوصل للسحور وأنت أصلًا سهران وما نمتش. طيب يا يوسف أنا بانام وباصحى على السحور، ما عنديش وقت أصلًا قبل السحور، غير إن أنا ممكن أدعي ربنا شوية وكمان أتسحر وشكرًا على كده. أقول لك يا صديقي أنت هتبقى نقطة قوتك بعد السحور، لإن إحنا حاليًا معظمنا مش بنقدر نتسحر بالوقت اللي إحنا بنتسحر بيه أول كام يوم رمضان، لإن خلاص جسمنا اتعود، فبتيجي وقت السحور نوعًا ما بتاكل أكلة متوازنة ومعتدلة زي ما إحنا كنا قُلنا في الفيديو اللي هو إزاي تخس بسهولة، فأنت وقت بعد السحور بالنسبة لك هيكون نقطة القوة ليك، سواء إن أنت تخلّص التاسكات التقيلة، سواء إن أنت تذاكر كورس شايف إن هو بيحتاج تركيز كويس، ومعاك من الوقت ده إلى أن يشاء الله سواء كان 08:00 أو 09:00 أو حتى الضهر، لإن ده من أكتر الأوقات اللي بيكون فيها التركيز بتاعنا عالي جدًا، وما تنساش إن النبي عليه الصلاة والسلام وصّانا بالوقت ده إن البركة فيه، فخلّيك على قد ما تقدر إن أنت تستغل الوقت ده. حاجة كمان من أكتر الحاجات اللي أنت هتعملها معاك سواء كنت بتستغل وقت قبل السحور أو بعد السحور أو قبل الفطار أو بعد الفطار، وهو إن أنت تكون كاتب ومحدد أنت المفروض تعمل إيه النهارده وبكرة ولحد أسبوع على الأقل. في ناس بتعمل كده لحد شهر، أنا باشوف إن شهر بتكون فترة كبيرة زيادة، لإن أنا مش عارف إيه اللي هيحصل لي الأسبوع الجاي ممكن يلخبط الدنيا، ده مش بس كده أنا مش عارف إيه اللي هيحصل لي بكرة أصلًا. فممكن تعملها أسبوع بأسبوع وتكون محدد كل يوم من بالليل أنت المفروض عليك إيه تاني يوم الصبح، لإن دي في حد ذاتها بتوفّر عليك التشتت اللي بيحصل لنا، أنا أخلّص ده والّا أخلّص ده، أعمل ده والّا أدخل الmeeting، فأنت على قد ما تقدر حاول إن من قبلها تكون كاتب أنت عليك إيه بالتحديد وبالتفصيل، مش بس كده لو تقدر تحدد الأوقات اللي أنت هتدخل فيها على كل task معين، تبقى أنت كده ممتاز جدًا، وفعلًا النقطة دي في حد ذاتها فرقت معايا بنسبة أكتر من 60%. لك أن تتخيل مجرد إن أنا كاتب بس وعارف أنا عندي إيه وحددت الأوقات بتاعة كل حاجة، وطبعًا أنا مش حادد بالدقيقة ولا حتى بالنُص ساعة، ادّي لنفسك دايمًا إمكانية إن أنت تأخّر ساعة أو تبدّر ساعة أو حتى أكتر من كده، فادّي لنفسك الflexibility بتاعة الوقت، مجرد ما تكتب الحاجات بتاعتك وتدّي لنفسك مرونة الوقت، هتلاقي إن أنت بتخلّص حاجات كتير فعلًا في الوقت اللي أنت محدده وأقل كمان منه، جرّب النقطة دي وقُل لي هتفرق معاك في الكومنتات قد إيه. نيجي للجزء التالت أو النقطة التالتة وهي نقطة التغذية بتاعتنا. التغذية يا صديقي في حد ذاتها عليها عامل كبير جدًا، جدًا في الطاقة بتاعتك. عايز أقول لك حاجتين تخلّي بالك منهم هيفرقوا معاك أوي، وهو أول حاجة الأكل الكتير على الفطار أو الأكل الدسم، لإن ده من الحاجات اللي هتسبب لك تخمة وقت طويل بعد الفطار، جسمك بدل ما يقعد ساعة ونُص والّا حاجة يهضم الأكل، ممكن يقعد له 3، 4 ساعات، ده لو ما كانش أكتر من كده عند بعض الناس.
فأنت على قد ما تقدر تجنب الأكل الدسم جدًا بزيادة وقت الفطار، دي النقطة الأولى. النقطة التانية كمان تجنب السكريات، السكريات بتدّيك طاقة مؤقتة أو بيسميها الطاقة الوهمية، لإن هي بتطلع مرة واحدة وبتنزل مرة واحدة في وقت لا يتخطى النُص ساعة، ممكن بالكتير جدًا تقعد في جسمك حوالي 40 دقيقة ل50 دقيقة. عشان كده أحيانًا في ناس بتستخدم الحتّة دي قبل الgym، ييجي قبل الgym أو قبل التمرين بتاعه سواء gym أو سباحة أو زي ما يكون، ياخد أي حاجة فيها سكريات، لإن هو بيبقى محتاج طاقة لمدة 30 دقيقة ل50 دقيقة وبعد كده مش مهم. طيب دي في حد ذاتها يا يوسف صح والّا غلط؟ أنا ذات نفسي شايف إن هي غلط، لإن زي ما قُلنا هي بتدّيك طاقة وهمية مش طاقة حقيقية من جسمك، لإن الأنسولين بيترفع في جسمك مرّة واحدة، بيدّيك طاقة كويسة جدًا، في أقل من 30 ل50 دقيقة بيروح نازل كمان مرّة واحدة، فساعتها بتحس إن أنت فجأة بقيت همدان، مش عارف إيه اللي حصل، أنا كان عندي طاقة يا جماعة من شوية راحت فين؟ في الحقيقة يا صديقي أنت ما كانش عندك طاقة، دي كانت طاقة وهمية زي ما إحنا بنقول، مش بتقف في الجسم أكتر من 50 دقيقة تقريبًا. فأنت حاول كمان تتجنب نوع الطاقة ده، واعتمد على إن أنت تاكل كويس وتاكل أكل فيه دهون صحية وبروتين بنسبة كويسة، ساعتها هتلاقي إن جسمك بيدّيك الطاقة دي على مدار اليوم، مش مجرد من 30 ل50 دقيقة بس بعد الأكل. كمان خلّيك فاكر إن إحنا قُلنا دايمًا الفطار بتاعنا أو الأكل بتاعنا بيبدأ بمَيّة أو شوربة أو سوايل في العموم، بعدين بندخّل أساسي فيه البروتين وممكن الدهون الصحية، وآخر حاجة هي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات على قد ما نقدر بندخّلها بكمية قليلة نوعًا ما، لإن دي من الحاجات اللي بترفع الأنسولين زيادة مرّة واحدة، وبرضه بينزل مرّة واحدة، فأنت على قد ما تقدر إن هي تكون قليلة في أكلك، مش كل أكلك كربوهيدرات. كمان حاجتين هيفرقوا معاك جدًا في حتّة التغذية، وهو إن أنت تشرب مَيّة وسوايل كويس جدًا زي ما كنا بنقول خلال وقت الفطار، لإن جسمك بيقعد أكتر من 12 ل13 ساعة بدون ما يدخل له أي سوايل، فحاول على قد ما تقدر إن أنت وقت الأكل بتاعك، وقت الفطار اللي هو من المغرب لحد الفجر تشرب سوايل على قد ما تقدر، سواء كنت بتشرب مَيّة كتير أو أي حاجة تانية، المهم تكون بتشرب سوايل مفيدة على قد ما تقدر، ما فيهاش سكريات كتير. طيب يا يوسف كده إحنا اتكلمنا في حتّة المَيّة، إن أنا هاشرب على قد ما أقدر من وقت المغرب لحد وقت السحور. طيب بالنسبة للأكل، أنا باكل مرّة وباحس إن أنا مش قادر آكل تاني لحد ما أوصل للسحور، إيه الحل؟ هاقول لك هنا يا صديقي نقطة الأكل حلّها إن أنت تقسّمها وجبات صغيرة، ميزة الوجبات إن أنت بتاكل وبتشبع وبتقدر تاكل أكتر من مرّة لإن جسمك بيهضم بسرعة، مش بس كده، مش بيخلّيك تحس إن أنت عايز تنام بعدها، لإن أنت لمّا تاكل وبعدها تحس إن أنت عايز تنام، ده دليل إن أنت زي ما بنقول كده تقِّلت في الأكل، فأنت الوجبات بتخلّصك من النقطة دي وبتخلّيك تاكل فعلًا أكتر من مرّة على مدار اليوم في وقت الفطار بس بتاعك. التزم بالوجبات وشوف هتفرق معاك قد إيه. الجزء الرابع بتاعنا وهي نقطة الرياضة، هل الرياضة نوقفها في رمضان؟ الإجابة 100% لا يا صديقي، ما توقفش الرياضة أبدًا في رمضان ولا في أي حاجة، سواء كنت في الgym أو السباحة أو الجري أو أي رياضة أنت بتمارسها ما توقفهاش خالص في رمضان، سواء كنت بتتمرن قبل الفطار أو بتتمرن بعد الفطار، ما تنساش إن ده على حسب إمكانية وقتك. هتقول لي يا يوسف أنا قريت أو شُفت إن في ناس بتقول لو أنت عايز تزيد وزن اتمرن بعد الفطار، ولو أنت عايز تخس وزن اتمرن قبل الفطار. هاقول لك يا صديقي الكلام اللي أنت قريته ده صح ومضبوط، بس على حسب وقتي، أنا عايز أزيد وزن مثلًا بس ما عنديش وقت بعد الفطار، هاعمل إيه؟ هاتمرن قبل الفطار، مش هاقعد من التمرين، فأنت في كل الأحوال تتمرن على حسب الوقت بتاعك، عشان ما تعملش التمرين بحجة إن أنا ما عنديش الوقت المناسب، سيبك يا صديقي من الوقت المناسب والمهم إن أنت تتمرن. طيب بُص يا يوسف أنا ما باقدرش في رمضان ولا أنزل السباحة ولا أنزل الgym ولا أقدر أعمل أي حاجة من التمارين دي، إيه الحل؟ هاقول لك يا صديقي في البيت اتمرن حتى لو 10 دقايق. فعلًا التمرين في حد ذاته بيفرق في نشاط الدورة الدموية وطاقتك وصحتك وكل حاجة في جسمك 100%. اتمرن على قد ما تقدر 10 دقايق بس يوميًا، اتمرن فيهم أي نوع من الرياضة، جري خفيف، إن أنت بتسخّن جسمك، إن أنت بتشوف نوع من الإطالات، أي حاجة تنزل تحت صنف إن هي رياضة اعملها يا صديقي لمدة 10 دقايق بس في رمضان، ومش شرط كمان تكون يوميًا، ممكن تتمرن يوم ويوم، سواء كنت بتنزل الgym أو حتى بتلعب في البيت، بس حاول ما تقللش عن يوم ويوم، يوم ويوم فترة كويسة جدًا. وطبعًا يا صديقي أنت المفروض قريت على الأقل 100 مرة وشُفت 200 فيديو إن لمّا يكون جسمك صحّي ونشاط الدورة الدموية بتاعتك مضبوط، ده في حد ذاته بيحسّن من استيعابنا وبيحسّن من مزاجنا، بالتالي بنبقى مركّزين أكتر، بيحسّن من كل خلايا جسمنا، فده بالتالي بيكون في مصلحة إنتاجيتك وتركيزك على مدار اليوم. فاوعى تهمل نقطة الرياضة. ونيجي للنقطة الخامسة واللي المفروض هي كانت تبقى النقطة الأولى، بس إحنا أخرناها، وهي نقطة الجانب الروحاني اللي إحنا كلنا بنهتم بيه أول يومين في رمضان وآخر كام يوم في رمضان عشان ليلة القدر وشكرًا على كده. وضاع رمضان مننا. خليك فاكر يا صديقي إن الجانب الروحاني هو أهم جانب في حياتك بيفرق مع أي واحد بمعنى الكلمة، لأن ممكن اتنين تحصل لهم نفس الحاجة بس في واحد بيكون متأكد إن ربنا سايب له في الحاجة دي خير، مش بس كده كمان ربنا هيعديه منها لو لا قدر الله حاجة مش كويسة، والتاني ممكن أثّر عليه بصدمة، الصدمة دي الله أعلم ممكن يطلع منها بعد قد إيه، ممكن إنتاجيته وتركيزه ده لو ما كانش أكتر من كده يتضرب لمدة يوم، ممكن يتضرب لمدة 10 أيام، وممكن لأكتر من كده كمان. خلّيك متأكد وخلّيك واثق إن كل ما إحنا يبقى الجانب الروحاني بتاعنا قوي، وإن إحنا نبقى متوكلين على ربنا بمعنى الكلمة، كل ما إحنا معظم الحاجات اللي بتحصل بتأثّر على إنتاجيتنا أو بتأثّر على تركيزنا، الحاجات السيئة بمعنى أدق هيكون تأثيرها علينا شبه ضعيف لو ما كانش موجود، ليه؟
لإن أنا متأكد إن ده خير ربنا باعته لي، حتى لو أنا شايف حاجة غير كده، ده هيكون تقصير منّي أنا ومن عيني، مش تقصير في قدرة إيماني بربنا، ده المفروض يعني. فأنت خلّيك على قد ما تقدر تحافظ على الجنب ده جدًا. في حاجة كمان أنا كنت عايز أذكرها في فيديو منفصل بس ممكن نقولها هنا دلوقتي، وهو إن إحنا من الحاجات اللي بنغفل عنها وأنا أولكم، وهي إن إحنا بنبقى مستنيين ليلة القدر عشان ندعي ربنا بأحلامنا وأهدافنا وإن شاء الله ربنا يدخّلنا الجنة بإذن الله وكل الكلام ده، ده في حد ذاته حاجة ممتازة وعظيمة جدًا، جدًا، جدًا. بس في حاجة إحنا وقعنا فيها كلنا، وهو إن إحنا عارفين إن ربنا يوميًا كل ليلة في رمضان بيعتق ناس من النار، يوميًا في رمضان في ناس اتكتب لها إن هي خلاص مش هتدخل النار، أنت متخيل يا صديقي؟ في ناس من أوائل رمضان هي خلاص مش هتدخل النار من قبل ما توصل لليلة القدر، فإحنا المفروض يوميًا ندعي ربنا في كل ليلة بإن ربنا يعتقنا من النار وبإذن الله يدخلنا الجنة، مش لازمًا نوصل لليلة القدر بالتحديد عشان ندعي، أو بمعنى أدق مش لازمًا نوصل لل10 الأواخر بالتحديد عشان ندعي، ادعي يا صديقي في كل يوم. ده مش بس كده، ده إحنا كمان عارفين الحديث إن في كل ليلة حتى من غير رمضان ربنا بينزل للسماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وبيسأل، في حد بيدعي عشان يستجيب له، في حد بيستغفر عشان يغفر له، إحنا كلنا عارفين الحديث ده، فحتى لو رمضان خلص إحنا ما لناش حجة إن إحنا ما نقويش الجانب الروحاني بتاعنا وندعي ربنا على قد ما تقدر، لأن أنت صدق أو ما تصدقش، في حاجات إحنا دماغنا بتشوف إن هي مستحيل تتعمل 100% بالورقة والقلم، مش بالورقة والقلم، لو جبت كشكول و10 أقلام برضه مش هتتحسب وبرضه مش هتتعمل، ممكن نضرب أمثال في النقطة دي كتير جدًا، 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 ولكن لمّا بتثق في ربنا وبتتوكل على الله وبتعمل اللي عليك، بتلاقي ربنا عمل الحاجات اللي أنت مش قادر تعملها، فحقيقي الجانب الروحاني أنا بالنسبة لي هو الجانب رقم 1 ومش هاقول لا يقل أهمية، بل بالعكس، الجانب ده من غير أنت ممكن تضيّع جهد وحاجات كتير تانية ليك جدًا، 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 لمجرد بس إن أنت مش واثق في ربنا. الجزء السادس والأخير في الفيديو ده هو إن أنت على قد ما تقدر حاول إن أنت تنظّم يومك. طب يا يوسف أنظّم يومي إزاي؟ ده أنا مش عارف بعد الفطار إيه اللي هيحصل، ومش عارف النهارده هينزل لي تاسكات إيه، ومش عارف الدنيا دي كلها. هاقول لك يا صديقي ما فيش أي مشكلة، بس لازمًا ترجع لنقطة إن أنت تكتب الحاجات اللي عندك. المفروض كمان إن أنت بعد رمضان تنظّم نومك بنسبة تتخطى 90%، لأن خلاص ما عندكش حجة إن أنت تصحى وقت السحور أو حاجة زي كده، المفروض تكون بتصحى لصلاة الفجر، ده المفروض يا صديقي. بس أنت لازمًا برضه تتغلب على نقطة عدم تنظيم النوم. ممكن بعد رمضان تحل النقطة دي، لإن أنا ذات نفسي باواجه فيها صعوبة جدًا في رمضان، ما فيش أي مشكلة، بس حُطّها في الحسبان إن أنت بعد رمضان تنظّم نومك على قد ما تقدر، لإن ده بيأثّر على إنتاجيتك بنسبة كبيرة. دي من الحاجات اللي أنت تخلّي بالك منها، لإن هي هتفرق معاك أوي نقطة تنظيم النوم. الحاجة التانية من الحاجات اللي فرقت معايا شخصيًا وكنت سمعتها من أكتر من حد كبير ما شاء الله، وهو إن أنت تستغل اليوم الأسبوعي بتاعك الأجازة الweekend زي ما بنقول، من ضمن الحاجات اللي تعمله فيه إن أنت تحدد في أسبوعك أنت ناوي تعمل إيه أو ناوي تخلّص إيه. حقيقي ده بيوفّر عليك الدنيا أوي، وبيبيّن لك أنت محتاج منّك إيه، لإن إحنا بيعدّي علينا أيام كتير بنخلّص حاجات كتير ما شاء الله، ورغم كده بنبقى حاسين إن إحنا لسه علينا حاجات تانية، رغم كده لسه مش مخلّصين، عندنا حاجات مش عارفين جات منين، كل ده لإن إحنا أصلًا مش محددين إحنا المفروض نخلّص إيه، سايبينها مفتوحة، فبتخلّص حاجات وفي حاجات تانية بتنزل من فوق، تخلّص حاجات وحاجات تانية بتنزل من فوق، فأنت مش عارف أنت هتخلّص إمتى، في الأغلب أنت مش هتخلّص، لإن الحاجات هتفضل تيجي لك، لكن لمّا تحدد أسبوعيًا أنت المفروض تعمل إيه، دي حاجة هتكون ممتازة جدًا، جدًا، وكمان هتحسّسك بالراحة والشعور بالإنجاز، مسافة ما أنت تخلّص الحاجات اللي أنت محددها الأسبوع ده. طب يا يوسف وباقي الحاجات؟ أقول لك ما فيش مشكلة، ممكن تنزل في أيامنا بعد ما أخلّص الحاجات الأساسية اللي إحنا محددينها، ممكن تنزل الأسبوع الجاي في المهام بتاعتنا. المهم إن أنت تبقى محدد أنت المفروض تعمل إيه يوميًا وأسبوعيًا، ده على الأقل. جرّب حتّة إن أنت تحدد المهام الأسبوعية بتاعتك في الweekend، مش هاقول لك خُد الweekend كلّه، ولكن هو بالكتير ساعة لساعتين بتحدد أنت عايز تعمل إيه أو تخلّص إيه أو تقضّي إيه خلال الأسبوع ده، وهتلاقي الموضوع فرق معاك جدًا، وبرضه هاستناك تقول لي تجربتك في الكومنتات. وكده يا صديقي نكون خلّصنا الفيديو، ما تنساش إن أنت تشترك في القناة، وكمان تقول لي رأيك لو عندك أي تعليق في الفيديو، وإن شاء الله أشوفك الفيديو الجاي، سلام.